حروفي بالوجع والهاجس أقبل يصيغ أبيات القصيد والنوار. هذا الزامل من كلمات الشيخ نجم صالح محمد هادي من أبناء محافظة عمران مديرية مسور، وهو رثاب الذكرى الأولى لرحيل فقيد الوطن الشيخ أحمد علي نهشل أحد مشايخ محافظة إب مديرية الشعر. وبهذا الذكرى ننعي بهذا الزامل أبناء الفقيد الشيخ ياسر أحمد علي نهشل ومصطفى نهشل ورياض نهشل ومجاهد نهشل وعمار نهشل وعبد الوارث نهشل وكافة آل نهشل أدى طلال القاضي. ثروت حروفي بالوجع والهاجس أقبل يصيغ أبيات القصيد والنوار تحرق دواخلي والجمر يشعل فيني ويتوقد وقوي من حواسراتي دمعة والعيون في خدي أسبل بداويت بالله المجيد. الشويخ نجم يقول حزني قد توقل كالدوام في وسط الوريد والقهر في كل والحواس الخمس طول والضويق في صدري شادي في يوم ذكرى الشويخ أحمد بن نهشل الحوزن في قلبي يزوي. الشويخ أحمد الذي في العز الأول وانا واشهد انه شخص جوي لهنا مجمع علي في السماء ما يوم يفل يضوي بالطبع الفروي وها ماته بين البشر كالحيد الأطل مثل والجبل شامخ وحوي يا كم مع العالم بك المقد تجمل للناس باسط كل ما يسمع الباطل ولا يرضى ويقبل بكل شيطان ماري لقى وليوفي ونفعل بالقول يفعل ويورعد والدنيا رعي من يوزها ما يفزع ويتقدم ويعمل لو كل إنسان ما يروي فيها والكرم ما تم ولا الجود كمل فيها والشهامة ما تحوي إذا واختفت كل والحلول يعطيني الحل والكل منا يستفوي برسل تعازي في قصد كامل مكمل لكل أولاد الفقوي للشويخ ياسر ابنها الكف والمبجل توصل إليه عبر البروي والمصطفى مع رياض الجيد توصل ومجاهد الابن العاموي للأخ عمار بن ياسر ليه توصل إلى ويهب القول المفيد والعابده الوارث تعازي خاصة قل
حفيد ما مثل حفيد، والأوالين أهشل كلهم بالجود ترحل، إلى وان يركى البعيد. وادعويك يا رب الطباق السبع واسأل، تجاوى النبا ونار الوعيد، وتدخله في جنات الفردوس، وتجعل أحمد فيا والجنة سعيد. وازكى وصلاتي والسلام في خير مرسل، بالقول والفعل السديد، بالقول والفعل السديد.